Alpha. سلام. واحد بقاله كتير قوي ما عادش القعدة دي. طيب، يعني حاجة غريبة طبعا ان انت تلاقي لي فيديو دلوقتي على اليوتيوب، ولكن انا مش هقدر ان انا احكي لك على الاحداث اللي حصلت الفترة اللي فاتت والتغيرات والانتقالات وانا عايش فين دلوقتي وكده. يعني ممكن نبقى نعمل فيديو تاني نتكلم فيه على الحاجات دي، او ممكن ما نعملش عادي، يعني حياتي الشخصية خط احمر. بس المهم ان انتوا وحشتوني، وحاسس كده ان انا متحمس كده وعايز اعمل فيديوهات جديدة وغريبة. بس عارف ايه اللي غريب برضو؟ الارقام الجديده بتاعت عدسات سوني اللي بتنزلها الفتره دي. يعني مثلا عندك عدسه نزلت من شهر وهي ال 2450 2.8، عدسه غريبه هي موجوده معانا، رينج غريب من 24 لحد 50 2.8. وبعد كده النهارده سوني بتعمل كده تاني وبتنزل لنا عدسه ال 16 25، رينجات غريبه. اول ما تسمع الارقام كده لازم تكره العدسات دي، يعني اللي هو انا هعمل بيها ايه 16 25 وهعمل بيها ايه ال 24 50، يعني قريبين. والاثنين معانا النهارده، والاثنين بقالي فتره بجربهم. هما العدستين دول الاثنين شبه بعض جدا، الاثنين تقريبا نفس الحجم ونفس الوزن، يعني ما بتفرقش ما بينهم غير بالفرونت اليمنت اللي قدام ده. الاكبر شويه دي هتلاقيها ال 24 50، الاصغر شويه دي ال 16 25. العدستين دول فتحه العدسه بتاعتهم 2.8، العدستين ويذر سيلد، العدستين فيهم رينج هنا كده تقدر ان انت تتحكم فيه في الابرتشر بتاعك اهو، كليكي، صوته ساتسفاينج جدا. وكمان تقدر تقفل الكليكس دي لو انت بتصور فيديو علشان تنقل الابرتشر بتاعك من غير ما يكون فيه صوت. البيلد كواليتي بتاعت العدستين حلوه جدا، يعني محترمه وتستحمل. مش عارف انت بتمر بالموضوع ده برضو ولا لا، بس انا زمان كنت بحب العدسات التقيله والكبيره علشان احس ان انا مصور كبير، وعلشان احس كده ان يعني الصوره دي بتاخد مجهود عشان تطلع، بتاخد معدات عشان تتعمل. بس بعد كده دلوقتي مش عارف ده بقى بحكم السن ولا ايه، انا مش عايز اشيل عدسات كبيره، مش عايز اشيل حاجه معايا ضخمه ولا تاخد مكان في الشنطه، ولا لما امسكها شويه دراعي يوجعني يعني. فالعدسات دي ديل بريكر بالنسبه للناس اللي شايفه ان ال 24 70 و 16 35 تقال قوي عليهم. ليه بقى بقول لك على ال 24 70 و 16 35؟ لان انت لما اجي اتكلم معاك على عدسه زوم اول رقم هيجي في دماغك ال 24 70، ولما اجي اتكلم معاك على وايد زوم اول حاجه هتيجي في دماغك 16 35. العدستين دول هم الاندستري ستاندرد، دول الحاجتين اللي تقريبا لو انت عندك العدستين دول هتعمل بيهم 99% من الشغل بتاع مصورين الفيديو والفوتوغرافيا ايا كان ايه مجال التصوير اللي انت شغال فيه. بس مشكله العدستين دول رغم نجاحهم القوي جدا والشاربنس الخطيره اللي بتاخدها منهم وان هم بيستحملوا عدسات خرافيه يعني، ولكن غاليين جدا. ثمن العدسه الواحده فيهم 2300 دولار في وقت تصوير الفيديو ده. فانت لو عايز العدستين دول ويبقى معاك رينج من اول 16 لحد 70 وفتحه عدسه ثابته 2.8، فانت محتاج تدفع لك حوالي 4600 دولار كده، 4700 دولار عشان يبقى عندك العدستين دول. العدسات اللي انا بتكلم عليها ال 16 25 وال 24 50، كل عدسه فيهم تقريبا سعرها 1200 دولار 1300 دولار، لسه مش واثق قوي من السعر بس هسيبه لك تحت في الديسكربشن. فتقريبا بنص ثمن العدسه اللي هي شبهها. ممكن بثمن عدسه واحده من العدسات الجي ام الغاليه اقدر ان انا اشتري عدستين وايد زوم وميد رينج زوم كده. وعايزك تبص معايا بطريقه مختلفه كده، انت كان بيبقى معاك رينج من 16 لحد 70 لو انت بتمتلك العدستين 16 35 وال 24 70. لو انت معاك العدستين الجداد هيبقى معاك رينج من اول 16 لحد 50، يعني فعليا اللي بتفقده هو ال 20 مللي اللي في الاخر دول. انا في الاول كنت متضايق ان انا بحب الرينج بتاع من ال 50 لل 70 ده، ساعات ببقى عايز صور على ال 70، ساعات ببقى عايز الكومبريشن ده اكتر. بس انت دلوقتي في وقت كل الكاميرات بتاعت سوني فيها ريزولوشن يسمح لك ان انت تعمل كروب. اقل ريزولوشن موجود في كاميرا في سوني دلوقتي تقريبا 33 ميجا بكسل، واعلى حاجه 61 ميجا بكسل، فتقدر ان انت تعمل كروب براحتك جدا وانت بتصور بالعدسات دي. حاجه كمان، في عندك الزوم اللي بقى موجود جوه الكاميرا، يعني انت حتى مش محتاج ان انت تكروب في البوست. في كاميرات زي الزي في اي 1 تقدر ان انت بالبكره دي تعمل زوم ان وتظبط الكادر بتاعك جوه الكاميرا. بقى في عندك حاجه اسمها كروب مود ان انت تصور ب 1.5، يعني انت العدسه بتاعتك ال 24 50 على ال 50 تقدر تخليها 75 وتصور وتظبط الكادر بتاعك. فانا بالنسبه لي مش حاسس انها مشكله قوي قصاد التوفير اللي انا وفرته. وفي نفس الوقت
انا سعيد بان مفيش تضحيه في الكواليتي. يعني العدسات دي شارب جدا، وايد اوبن، الالوان بتاعتها مظبوطه جدا، الفينيتنج بتاعها مش كبير قوي، مفيش الوان بقى وكروماتيك ابريشن والحاجات. انا مش عايز اخش في حاجات تكنيكال كتير، ولكن بصريا العدسات دي كويسه جدا. فبالنسبه لي ان انت تديني الرينج اللي انا متعود عليه اللي هو 16 35 او 24 70، بس تقلل لي في كواليتي الازاز، ولا تقلل في الرينج بتاعك شويه بتاع الزوم وتديني كواليتي احسن. انا بالنسبه لي دايما هختار الكواليتي الاحسن، والفيديوهات اللي تبقى طالعه من العدسات نظيفه جدا او الصور طالعه شارب جدا، دي حاجه تفرق معايا اكتر من الرينج، لان الرينج محلول ولكن المشاكل البصريه لو انت قللت لي كواليتي الازاز مش محلول. ده الحجم الطبيعي بتاعها، وهي على ال 50 مللي مش على ال 24. ولما تيجي تعمل بقى زوم اوت لل 24 هتلاقي ان حجمها بيكبر عكس اللي انت متوقعه منطقيا كده. فهي كده على ال 24 وكده على ال 50. نفس الكلام بالنسبه لل 16 25، بتبقى على ال 25 هي في اقل حجم، وعلى ال 16 بتبقى يعني عملت بروتروجن كده وطلعت لقدام شويه. مش فارق معايا الموضوع بتاع ان الزوم ده بيطلع العدسه لقدام شويه، لان اصلا العدسات وزنها خفيف. وكان بيضايقني الموضوع ده لما باجي اوزنها على جيمبل، ان انا لما بوزنها مثلا على ال 50 وبعد كده ابقى عايز اصور 24 الاقي العدسه بتقع. ولكن هي خفيفه جدا، فمعظم المواتير بتاعه الجيمبلز دلوقتي تقدر انها توزنها لك عادي، وما لاحظتش فيها اي مشكله وانا بستخدمها. من الحاجات اللي انا لاحظتها في العدستين دول ما عجبتنيش قوي هي الفوكس بريثنج، ان هو كبير شويه. لما بتيجي تنقل ما بين ان انت تفوكس على حاجه قريبه وحاجه بعيده، بتحس ان انت عملت زوم ان او زوم اوت، الكادر بتاعك بيتغير شويه كده. بس ستيل برضو معظم الكاميرات بتاعت سوني دلوقتي فيها فوكس بريثنج كومبنسيشن، وده بيعمل لك زوم ان حاجه بسيطه في الفيديو بتاعك، و بيبقى لما بتيجي تعمل زوم ان وزوم اوت ما بيفرقش معاك في حاجه، فبالتالي بيطلع النتيجه بتاعتك احسن بكتير في الفيديو. الحاجات اللي عجبتني جدا في العدستين دول هي المينيمم فوكس ديستانس، واللي موجوده في ال 24 50 بتبقى على بعد 19 سم، وفي 16 25 على بعد 18 سم، وده بيخليك تقرب جدا من الحاجه اللي انت بتبقى عايز تصورها. طبعا مش قريبه خالص للعدسات الماكرو، ولكن ميزه حلوه جدا ان انت لو عايز تاخد كلوز شوت لعين حد، عايز مثلا بتصور حاجه في الطبيعه وعايز تقرب منها شويه، بيبقى الموضوع ده حلو ان انت بتحتاجش عدسه مختلفه، وان انت بتقدر ان انت تقرب وبعد كده تاخد الصوره بتاعتك، وبعد كده تعمل كمان كروب لو انت عندك ميجا بيكسلز كتير زي ما احنا اتكلمنا، فتحس ان انت الكادر بتاعك كان اقرب بكتير من ما انت شايفه. طيب الكونكلوجن والعدسات دي لمين؟ وهل انا حابب ان انا اشوف سوني تعمل ارقام غريبه كده تاني؟ العدسات دي في رايي الشخصي لفتره طويله جدا كان عندنا عدسات انتري ليفل بفتحات عدسات متغيره ومش واسعه وكواليتي ازاز قليله، بتنفع معاك لو انت لسه بادئ. وعندك عدسات تانية زي الجي ام، عدسات قوية جدا وغالية جدا والكواليتي بتاعتها رهيبة طبعا. فبيبقى المصور وهو بيتعلم، العدسات اللي في الاول دي كانت مرضية بالنسبة له، بس بعد كده لما يتقدم ويبقى مستواه في النص كده، يعني يبقى متوسط او متوسط متقدم داخل بقى على الحتة دي، بس لسه ما عملش الفلوس الكتير اللي تخليه يشتري عدسات غالية زي الجي ماستر، كان بيبقى مزنوق مش عارف يعمل ايه، مش عارف يروح فين. ولو هو بيحب يستخدم عدسات سوني كان بيضطر يروح لشركات تانية علشان تقدم له حاجات رخيصة شوية في نفس الرينج اللي هو عايزه ده. دلوقتي بوجود العدسات دي احنا حاسس ان سوني بتسد الثغرة دي شوية، او وجدت لنا مكان كده للناس الميد رينج اللي لسه يعني ما يقدروش يشتروا الحاجات الغاليه دي، وكمان مش هيعجبهم ابدا العدسات بتاعه البيجنرز، فيقدروا ان هم يعتمدوا عليهم وما يصرفوش رقم مهول. يعني اقدر ان انا زي ما بقول لكم كده، انا شايف ان دي العدستين دول بالذات في الفيديو ده بالذات بيحلوا محل 16 35 ولا 24 70 لو اشتريناهم احنا الاثنين مع بعض كده وبقينا بنستخدمهم، الراجل ده هيبقى ساتسفايد جدا. ولو هو على الرينج اللي ناقصه ده هنحله بالكروب، او هنحله بان احنا نعمل كروب مود في الكاميرا. هل انا حابب بقى ان انا اشوف عدسات بارقام مختلفه كده؟ حابب جدا ان انا اشوف ارقام مختلفه، وحابب ان انا اشوف الارقام المختلفه دي كمان في الجي ماستر، مش في الرينج بتاع المتوسطين مستوى او البيجنرز. لا انا عايز اشوف الحاجه دي اعمل لي عدسه مثلا 70 مللي 140 2.8، اعمل لي حاجات بقى غريبه كده، علشان خلاص لفتره طويله جدا كنا عمالين نتفرج على عدسات بنفس الرنجات اللي احنا عارفينها، الزوم من هنا لهنا، الارقام دي ثابته ولكن الجنريشنز بتتغير. فايه المشكله؟ غيروا شويه اعملوا لنا عدسات مختلفه، انا مش متضايق خالص. ويا ريت تقول لي رايك بقى، هل انت متفق معايا في الموضوع ده ولا شايف ان دي عدسات ملهاش مكان ويعني تخريف بقى، لا ما تنفعش بقى الارقام دي ومحدش هيشتريها ونحوش ونشتري الاغلى. بس كده، استنوني فيديوهات تانية.